علاش خاصنا نحسوا بالفخر لان مغاربه؟ المغرب ماذا ماذا يتوفر عند المغرب ولا يتوفر عند الجزائر، خصيصا وان الرقعه الجغرافيه للجزائر مساحتها كبيره جدا، يعني نسبه الادماج في المغرب يعني مرتفع جدا، في الجزائر مثل ما تحدثت الان قريب منعدم. ماذا يتوفر في المغرب الشقيق ولا يتوفر في الجزائر؟ شوف انا اقول لك حاجه، قبيله كنت تهضر اسمها الملعب، انا شخصيا زرت الملعب، رحت ليه واسمه زياره تحفه، ملعب مشهور ربما كاين اللي يلعبوا فيه ولا، الملعب تحفه، الظروف تحفه، يعني كل حاجه تحفه. انا ما نظنش يعني اللاعبين راح يوجدوا واسمه صعوبه. انا نقول لك حاجه واحده، تبقى الميدان ان شاء الله برك اللاعبين تاعنا يكونوا في اليوم تاعنا. ولكن نفس المناخ نفس الطقس بالنسبه للمغرب والجزائر. في الجزائر يتحجج الحر شديد هو الذي افسد العشب الطبيعي، ولذلك سنزرع من جديد. الا ترى بان هذا من العيب والعار، ماشي من البريكولاج السابوتاج؟ وعندما سنزور المغرب سنكتشف انهم هاربين علينا، مثل ما نقول باللسان الدارج، هاربين علينا حتى في الميدان الرياضي. نعم، يعني هناك مثال للكوريتين، هما يعني تقريبا دولة واحدة في نسختين، ولكن واحدة متقدمة متطورة والأخرى تعيش قوقعتها وتعيش على الشعارات الفارغة الديكتاتورية. ولو تكلمت يعني مع المواطنين تاع كيم جونغ يونغ هذاك يقول لك باللي احنا افضل شعب ونحن افضل امه ونحن كذا، وهم منغلقون على انفسهم، وفي المقابل جيرانهم في افضل حال. يعني نحن ضيعنا الكثير من الفرص في خلافات اصحاب القرار فيما بينهم. اصحاب القرار يتنافسون حول الفله وحول ثروات الجزائر، ثم ياتون بعرائس القراقوز كواجهه للمشهد السياسي في الجزائر، ويعني يتمسخرون بالشعب الجزائري. نذكر ان سلمان كان يقول نحن انتهينا من البنيه التحتيه ونحن الآن ذهبنا إلى ما هو أكبر، إلى علم الفضاء، وأمريكا الآن تستشيرنا في أمور استراتيجية كبيرة، ثم نكتشف أنه لا طريق السيار أكملوه ولا الملاعب جاهزة ولا أي شيء، في كل الميادين خراب، ثم نتكلم نحن الأفضل، نحن القوة الإقليمية. ها نحن الآن يعني فضحنا بملاعب يعني سيئة، وسوف نرى في المقابل. السلام عليكم، مرحبا بكم قناتكم المملكة المغربية، القناة اللي كتهتم بأي حاجة عندها علاقة بالمغرب. نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو ملخص الأسلوب والإعلام الجزائري والمصري والتونسي والعربي على المغرب. نتمنى الفيديو يعجبكم. يعني جيراننا الذين نضحك عليهم ونقول بأنهم في حالة يرثى لها وأنهم يعني يغيرون من الجزائر، سنرى ملاعبهم يحبوا يحبسوه. وإن كان الأمر يتعلق بالمناخ مثل ما قال البعض، فيجب أيضا إيجاد حلول، لأن الشقيقة المغرب والشقيقة تونس والشقيقة مصر هي بلدان تقع في شمال إفريقيا. شاهدنا الملاعب المصرية جميلة جدا، الملاعب المغربية أيضا، الملاعب التونسية لا نريد أن نتحدث عنها، جميلة جدا. لماذا لا يعاني أشقاؤنا القريبون منا من هذه المشاكل، بينما نتحجج نحن في كل مرة بالمناخ، ومرة بالطقس، ومرة بنقص الكفاءة، والمشكل باق والوضعية باقية لم قرن ربع قرن اختفت الجزائر من الساحة الدولية. شوف بالمقارنة، بالمقارنة في هذه 25 سنة وحتى في 20 سنة الأخيرة، المغرب قام الملك المغربي بأكثر من 50 رحلة في إفريقيا، أكثر من 50 رحلة في إفريقيا. هاي كيف تراجعت الدبلوماسية الجزائرية. ونجيو نقول الدبلوماسية الجزائرية، أنا يعني ما نقدرش نصور أنه يكون عودة دولية للجزائر بقطع علاقات مع جارها. كيفاش يكون تكون دبلوماسية ناجحة وانت تقطع علاقات مع جار؟ آخر سبب توتر، من هو سبب توتر؟ من هو سبب الملك المغربي كان مد يده للجزائر. ملف آخر بعدما كان الأزمة شوف فلسطين يا أخي قضية الجزائر تقدسها، قضية تقدسها. آخر اشتباكات في غزة، أين ذهب زعيم حماس؟ ذهب إلى المغرب. قلت لك شوف الجزائر اختفت دبلوماسيا. أنا أعتبر الدبلوماسية الجزائرية هي النقطة البيضاء في الدبلوماسية العالمية. باش تصدموا من المغاربة بالرسمي، شفتوا تو كاس افريقيا وبرشا توانسه مشيوا للمغرب باش تتعاملوا مباشره مع مغاربه، وممكن فيكم اول مره اللي باش يقابل مغاربه باش تقابلوا الايامات هذه باش تشوفوا مغاربه
باش تتصدموا، باش تشوفوا اللي الواقع غير المواقع. والله فيكم شكون باش يبدا يتسائل اخي يقول لك اللي ما في المواقع نشوف فيهم ويقولوا عليهم ويحكوا ويعملوا وينهم. وهذايا باش يخليكم تتفتحوا اكثر مهما يصير ومهما تقولوا عليه. تشوفوا المغاربه بالرسمي قديش محليهم. العباد هذوما الناس هذوما راني عرفتهم سنين ربي، عرفتهم سنين ربي، راهو بالرسمي محلاهم. وتو شو محلى كلامهم، وتو شو كل مغربي باش يعرضك باش يقول لك الله يحفظك. هذه لازم تسمعها. بالرسمي بتشوفوا برشا ناس محليهم، تشوفوا المغاربه محليهم راهم، ومش يفرحوا بيكم ومش يفرحوا بك يراوك التونسي ومش يفرحوا بالجزيري وغير غير غير بالرسمي عباد محليهم. بالنسبه انا شفت بعض المقاطع لجزائريين في المغرب، حقيقه الصوره ما بين الوضع في الجزائر والمغرب بعيده، هناك فرق حقيقي. والجزائريين ثم شافوا ملاعب بمستوى عالي وشافوا طرقات وشافوا نظافة، مش جزائريين فقط، أنا سمعت لأجانب آخرين يعني خاوتنا لكن من دول أخرى، توانسة، مصريين، ليبيين إلى آخره، سودانيين، فوجئوا بأن المدن هذه في المغرب نظيفة، الأمور مرتبة، إدارة الملاعب لا بأس بها. فبالنسبة للعصابة اللي عندها في تلفزيوناتها يوميا تهاجم في المغرب كبلد، ترك ماهيش الهجوم لم يبقى ضد النظام، لا، ولا بلد متخلف وفقير وبنية هشة إلى آخره. جزائري يروح ثم ويشوف يقول إذا المغرب بنية هشة، احنا رانا خارج تاريخ. كم صراحة والله ما ندري هكا، دريها شوية تاع بكري كلش، راهي فور، راهي شكون، راهي المستوى تاع أوروبا من الآخر، راهي كيما الخليج نفس المستوى. من حاجة دركا شكون المغرب في الخريطة تاع إفريقيا، شكون رانا في لاكابيتال دركا خلاص. ليه يا محمد؟ الملاعب حلوة، الجو حلو، كل الإمكانيات، بس ما تفكرش إلا في لعب الكورة. لما تروح غرب القارة أو وسط القارة أو جنوب القارة في مشاكل في الطقس، في مشاكل في الملاعب، أرضيات ملاعب، في الأكل، في الفنادق. النهاردة البطولة دي كل حاجة متوفرة، فنادق حلوة، ملاعب حلوة، كل منتخب له ملعب تدريب لوحده، فاهم؟ وعلى فكرة أكبر عدد ملاعب في تاريخ البطولة، بطولة واحدة 9 ملاعب. أيوة. رقم قياسي. فالمنتخبات اللي جاية تلعب كرة بس. ملعب كي نحكي خالد على الملاعب بكل صراحة، ملاعب شفنا المقابلات الكل، مش الكل لكن ثم برشا مقابلات معناها شفناهم تحت امطار غزيره وغزيره جدا، لا حسيناش احنا كي نتفرجوا في التلفزه ما حسيناش الجزاء معناها قلق الملاعبيه ولا قلق الفريق، بالعكس شفنا الكاليتي تاع جازون معناها قعدت هي بيدها، تقلق شويه كما قال خالد معناها في ليزيكيب اللي معناها المنتخبات اللي مش خاطر المطر هذا كانت تصب شطارها في تونس تولي تيرانات الكل مقلده. لا احنا في تونس هو من غير مطر كله ما نلعبوش كريمون، ما نلعبوش كره كما قال خالد. نحكي حتى التشكيله الاساسيه اللي موجوده، التشكيله الاساسيه اللي موجوده توا معناها اللي لعبت كونتر حتى المنتخب الاوغندي معناها الان في المغرب هو اجمل جو للسياحه طبعا، هذا طبعا خاصة في أكادير أو حتى مراكش. طبعا شفنا طبعا مولاي الحسن في مدينة مراكش، الأجواء الجميلة، أجواء عالمية وأجواء كذلك مشجعين العرب. أعتقد كانت في صور في مراكش، الأكادير، طنجة وكذلك المدن كاملة. والله نفرح على اللحمة العربية بين المنتخبات العربية والجمهور، نترك بعض الأمور السلبية للأسف